بعثة الزمالك في المطار استعدادا للسفر، وهذه هي القائمة المسافرة. بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تستعد الآن لمغادرة الأراضي المصرية في طريقها إلى المغرب، وتأتي هذه الرحلة استعدادا لمباراة الرجاء المغربي يوم الأحد القادم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. يترأس البعثة الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة. وبدأ لاعبو فريق نادي الزمالك في التوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر، وستقلع طائرة الزمالك إلى المغرب، وفور الوصول سيقوم اللاعبين بأداء مران استشفائي في فندق الإقامة عقب تناول اللاعبين لوجبة الغداء. الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو أعلن عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب، وضم كل اللاعبين المقيدين بالقائمة فيما عدا اللاعب محمود عبد العزيز زيزو، وضمت القائمة كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمد الونش، أحمد عيد وحازم إمام، محمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في خط الدفاع. أما خط الوسط فطارق حامد وفرجاني ساسي، محمد حسن ويوسف إبراهيم أوباما، كريم بامبو وشيكابالا، أحمد سيد زيزو ومحمد عنتر، إسلام جابر ومصطفى فتحي، أشرف بن شرقي ومحمد أنجم، مصطفى محمد وعمر السعيد في كاسونجو في خط الهجوم. وبذلك يسافر جميع اللاعبين من القاهرة، فيما ينضم إلى بعثة الزمالك في المغرب الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.